نسيان ربنا مش بس بيبعدنا عنه، لأ، ده كمان بيبعدنا عن إحساسنا بنفسنا، عن روحنا. كل حاجة موجودة حواليك بس لسه جواك فاضي. الناس حواليك بس انت مش جوا اللحظة. بتضحك لكن بتسكت فجأة وتسأل نفسك، هو أنا ليه مش حاسس؟ ليه مش حاسس بأي حاجة؟ قليل قوي نحس إننا موجودين. موبايلك مليان إشعارات، يومك مليان مهام، حياتك مليانة ناس، بس قلبك فاضي. الفراغ ده مش دايما معناه إنك مكسور، ولا معناه إنك غلطان، ولا إنك فاشل. أوقات الفراغ ده معناه إنك انفصلت عن نفسك، ما عدتش بتشوفها، ما عدتش بتسألها، ما عدتش بتسمع صوتها. علم النفس بيسمي ده الانفصال عن الذات. مشاعر التجاهل والتشتت والركض من غير وجهة، كأنك بتكمل بس مش عارف تكمل ليه وعشان ايه. في علامة مهمة قوي للفراغ ده، ما تحسش لما تفرح وتحس انك غريب عن نفسك. القرآن قال: نسوا الله فأنساهم أنفسهم. نسيان ربنا مش بس بيبعدنا عنه، لأ، ده كمان بيبعدنا عن إحساسنا بنفسنا، عن روحنا، عن الأصل اللي ربنا خلقنا عليه. لما تبعد عن الذكر، عن الصدق، عن الرجوع، تبدأ تنسى نفسك وتتحول لحركة تلقائية من غير قلب، وده اسمه الفراغ الداخلي. هو نتيجة شبع زائف، شبع من الشاشات ومن العلاقات السطحية، من المقارنات ومن الإنجازات اللي هدفها الصورة وبس، مش الجوهر. والنتيجة إننا نعيش على هامش الحياة من غير ما نلمس المعنى، من غير ما نلمس المعنى اللي ربنا خلقنا عشانه، ونكون قريبين مش من ناس لكن منه ومن نفسنا. قربنا الحقيقي بيبدأ من جملة هادية جدا: أنا عايز أرجع. اللي حاسس إنه فاضي هو مش فاضي، هو بس مفتقد معنى، والمعنى ده موجود بس عايز لحظة صدق، لحظة تركيز، لحظة هدوء من جواك. قولها من جواك: أنا مش تايه، أنا بس بعيد، واللي بعيد بيقدر يرجع. وفي النهاية عايزة أسألكم سؤال: إمتى آخر مرة حسيتوا فيها إنكم حاضرين فعلا؟ مش حاضرين بجسمكم، لأ، لكن بقلبكم.